لو بتفكر تشتري شقة، الحلقة دي هتوفر عليك مشاكل كتير. هوضح لك أهم المشاكل القانونية عشان ما تقعش في فخ الغلطات اللي ممكن تكلفك كتير. أول نقطة، لازم تلجأ لمحامي يبحث الورق ويقدم لك الاستشارة القانونية، وإياك والثقة العمياء، واسند الأمر لأهله. وبنتوجه للحي التابع له الشقة، وبنتأكد من رخصة البناء الصادرة للعمارة وعدد الأدوار المصرح ببنائها. أما بخصوص الشقق المخالفة واللي تم التصالح عليها، فعايزين نوضح إن نموذج 3 تصالح ليس له قيمة على الإطلاق، فهو مجرد إيصال تقديم. أما نموذج 10 تصالح فبيعد بمثابة رخصة للشقة. ومن المسلم به إننا هنكتب في العقد تاريخ التعاقد، تمن الشقة مرة بالأرقام ومرة بالحروف. ومن المهم جدا إننا نكتب التمن الحقيقي للشقة، عشان لا قدر الله لو حصل أي نزاع وتم فسخ التعاقد. وعنوان الشقة لازم يكون مكتوب وواضح ومحدد تحديد تفصيلي. وعشان نأمن نفسنا لازم نخلي الزوجة توقع كشاهد على العقد عشان نتجنب موضوع التمكين. ولو كان البائع كبير في السن لازم برضو نخلي أبنائه يوقعوا كشهود على العقد عشان نتجنب طعنهم على العقد بعد وفاته. ولو كان البائع ورثة، لابد أولا نتأكد من صحة إعلام الوراثة، ولازم كافة الورثة يوقعوا على العقد. ولو كان البيع بتوكيل لازم ناخد صورة من التوكيل ده ونتأكد من الشهر العقاري إن التوكيل ده صحيح ومش ملغي. والوكيل بيمضي على العقد باسمه مش باسم البائع، وبيكتب تحت اسمه رقم التوكيل. لازم نتأكد من موضوع حيازة الشقة، فبنروح نتفرج مرة واتنين وتلاتة، وبننصح تبقى لأوقات مختلفة، نتكلم مع الجيران، نتكلم مع الحارس لحد ما نطمن لموضوع الحيازة. وكمان لازم نحط شرط جزائي قوي في العقد بيضمن التعويض لو تم الإخلال ببنود العقد. ودي كانت أهم النقاط القانونية اللي لازم تاخد بالك منها، فالموضوع مش بسيط وممكن يضيع عليك فلوسك. ولو عجبك محتوانا واستفدت منه، ادعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لغيرك والكل يستفيد. ونتقابل إن شاء الله في معلومة قانونية جديدة.